لما تجربي وصفة البسبوسة بتاعت النهاردة ديت، والله هتعرفي ان انت ما عملتيش بسبوسة قبل كده خالص. شايفين الطراوة؟ يا خبر ابيض يا جماعة، ولا اللون ولا الطعم، يا لهوي خطيرة خطيرة. تعالوا بس ما نشوف عملنا ايه. طبعا هنعمل الشربات وهنركنه. هنعمل كوبايتين سكر زي ما انت شايفة، على كوبايتين مية وعصرة ليمونة اول ما يغلي. هنعمل عصرة ليمون. اول ما يغلي هنقوم على نار وسط كده. هنقوم نازلين بعصرة ليمون. بس احنا مش هنسيبه يتقل ولا حاجة، يا دوبك هيغلي. لانه هو خفيف، عاوزين شربات البسبوسة طبعا بيبقى خفيف. تمام. انتوا بصي امشي ورا الخطوات اللي انا عملتها، بالله ما هتلاقي غلطة في البسبوسة، ولا طعم يعني مش هيعجبك، ولا لون ولا شكل ولا طراوة. لا يا جماعة، لا والله بسم الله ما شاء الله. طب جربي كده. طيب معانا الاول خلاص احنا حطينا الشربات على النار. معانا نص كيلو سميد. دي سميد ناعم خام بتاع البسبوسة العادي من اي حلواني، مستلزمات حلواني او من عند العطار. بس انا بحب اجيب الكريم شانتيه والكاكاو ودقيق السميد والكلام ده من عند مستلزمات الحلواني. تمام. شوفي افركيه كده في ايدك، لو لقيتي طبع دقيق ابيض يبقى هو مخلوط فيه دقيق. تمام. انا قلت لكم المعلومه دي قبل كده بس كنت ما عملتش البسبوسه دي من اول ما فتحت القناه. كنت انا عاملاها، كان تاني فيديو او تالت فيديو باين. تمام. بس كانت طريقه غير الطريقه دي خالص. بصي امشي بس ورا الخطوات كده وجربي ورايا، وما تكتبيش الكومنت الا ما تقولي الا لما تجربيها. حطينا رشه ملح على نص كيلو السميد الخام الناعم، رشه ملح وباكت فانيليا. تمام. بودر. وهنحط معلقتين جوز هند. انا كنت جايبه ب20 جنيه ناعم طبعا. يعني فيه ما فيش مش مشكله، بس الصراحه بتدي طعم حلو للبسبوسه، وبتحسها ان انت شاريه الكيس من بره. تمام. من اللي هو بتاع المحلات. حطيت معلقه صغيره بيكنج باودر، يعني في بقيمه معلقه صغيره. هي الاول المعلقه دي كبيره بس ما ملتهاش طبعا. حطيت نصها كده. تمام. مع معلقتين الجوز الهند ورشه الملح، وحطيت معلقتين دقيق اهمت. طبعا الدقيق ما تخافيش مش هتمسك. شفت بس شكلها في الاول عامل ازاي. خلاص دي كل المكونات اللي معانا. الجافه حطينا حطينا نص كيلو دقيق سميد ناعم خام، ما عليهوش اي اضافات. رشه ملح، معلقتين جوز هند، معلقتين دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر. تمام. هنركنهم في جنب، وهنروح بقى نشوف هنعمل الجمال والحلاوه والاضافه اللي هتخلي بقى شكل ولون وطعم البسبوسه ديت ولا بتاعه المحلات. جبنه في مقلايه كده او في ووك او اي حاجه تكون فاتحه، بس عشان خاطر تشوفي. طبعا بوريك الشربات اهو نغلي، وهنزل اللي بعصره الليمونه وهطفى عليه بس وخلاص. اي رغوه كده من الشوائب مثلا بتاع السكر، لان انا عامله بسكر التموين عادي خالص يا جماعه، عادي ما تقلقيش، حلو قوي. اما تكرملي بقى السكر اما تكرملي السكر، بص حطيتيه في المقلايه في الوك كده. خلاص ما تقربيش المعلقه منه خالص. تمام. على نار هاديه جدا طبعا، علشان ما يتحرقش معاكي ويديلك لون وهو لسه ما خدش يتحرق، وهو لسه اصلا ما مسحش ولا اداكي كراميل خالص. تمام. هي تاخد وقت شويه، بس والله هتاكلي حبه صينيه بسبوسه. يعني بصي ما عملتهاش انت قبل كده، بالله. حته صينيه بسبوسه ان شاء الله النهارده هتاكليها. يعني عندك بقى سمنه بلدي يفضل. يعني شوفي بس احنا هنعمل وامشي ورا الخطوات والله، وما تزهقيش. بصي عايزه تقلبي هزي كده، هتلاقي السكر زي خرفش كده ومسك نفسه. تمام. وهياخد لون من الجناب كده. هنسيبه زي ما انا بقولك بشرح لك، بقولك هنسيبه، مش هنمد المعلقه خالص ولا نحط المعلقه فيه خالص، الا في وقت هنحطه فيه. استني بس امشي معايا كده الخطوات. ولازم تعملي الكراميل اللي في حاجه فاتحه عشان تشوفي اللون، ما يبقاش حاجه غامقه. هتلاقي الدنيا راح عملت منك. شايفه انا قطعت في الفيديو، شايفه خلاص خدت لون كده من الجوانب، ولون اللي هو البراون ده، البن الفاتح كده. خلاص ابدأي بقى قلبي حاجة بسيطة، يعني انت عارفة، يعني على الهادي خالص. على فكرة انا مسرعة الفيديو شوية، يعني شوفي التقليبة اللي انا هقلبها. طالما خدت لون كده من الجنب، خلاص ابدأي يعني
بالراحة كده. انا كده على فكرة مسرعة الفيديو، يعني انا كنت بقلب بالراحة عن كده كمان، انا بعرفك وبقولك اهو عشان ما تبوظيش السكر خسارة. انا طبعا يا جماعة اول مرة في حياتي اعمل الكراميل ده، اللهم صل على سيدنا محمد. جيت عملت كده تمام وفك معايا وكل، يعني خد لون معايا وكل حاجة. جيت احط المية، جيت احط مية باين جيت احط نص كوباية مية، لقيته مسك. وانا مفكرة ايه ان هو لما بنحط المية عادي ما بيقفش معانا. لا، قمت شايله الوك وقمت حاطاه في الحوض. انا قلت هي باظت بقى خلاص. لا، انت بصي يعني امشي بس كده على الخطوات، وهي كده كده حطيت اي حاجه سايله على الكراميل هيقفش، وهتلاقيه يعني نشف خالص. ما تزهقيش، لا، هو مع الحراره هيسخن، الكلام ده هيسخن، والميه اللي انت حطيتها او الحليب اللي انت حطاه هيسخن، كله هياخد حراره بعضه، وهتلاقيه ساح وفك تاني ومفيش اي حاجه. تمام. شايفه؟ خلاص هو خد اللون الحلو اللي احنا عاوزينه، بس لسه برضو ايه فيه السكر مخرز لسه. تمام، يعني احنا لسه ما هو لسه ما تكرملش كده، مش عشان خد لون. لا، اصبري بس كده شويه على نار هاديه طبعا يا جماعه، زي ما انت شايفه كده. وقلبي حركي كده، خدي الاطراف ودخليها جوه، علشان ايه ما الاطراف ما تتحرقش منك. تمام. قلبي برضو بالراحه، انا بقول لك انا مسرعه الفيديو، انا كده مسرعه الفيديو. في اي تكتلات كده بقى من السكر فكيها. ما شاء الله يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، هتاخدي والله صينيه بسبوسه. اللهم بارك، اللهم بارك. ما عملتهاش قبل كده ولا دقتها قبل كده ولا اصلا شفت اللون ده قبل كده. اللون طبعا لون البسبوسه من لون الكراميل، يعني انت الكراميل خد لون كده غامق وحلو، مش غامق بقى محروق، لا، البني ده خلاص. وحطيت فيها البسبوسه، هو هيديلك لون البسبوسه الغامق الحلو اللي هتبقى جوه زي بره. يعني هتبقى البسبوسايه السميد بسم الله ما شاء الله متشرب الكلام ده كله، واخد لون وطعم حلو، حلو قوي قوي. وطراوه بقى يا جماعه، ما اقولكوش على الطراوه بتاعه البسبوسه دي. شايفه؟ خلاص بقى انا كده ايه اقلب بقى، وانا ايه قلبي جامد، انت فاهمه؟ خلاص ما عادش فيه اي تكتلات. خلاص كده، او فك اي حاجه كده معاكي. معانا كوبايه الا ربع سمنه. تمام. يفضل بقى، يعني هو طعم السمنه هو اللي بيديكي طعم حلو للبسبوسه. طعم السمنه مش حلو، السمنه مش نوعها مش نظيف، يبقى البسبوسه هتطلع طعمها مش حلو. السمنه بقى سمنه بلدي او سمنه حلوه، تمام، هتطلع طعم البسبوسه حلو. حطينا كوبايه حليب طبعا في الفتره في الوقت ده لازم تبقى على نار هاديه جدا، لان لو مش على نار هاديه هتلاقي اللبن ده فار وعلي كده، والدنيا ايه مش احسن حاجه. تمام. خلاص بقى الدنيا قفشت بقى كده، تقوم واخده الوك كده وقوم رميه في الحوض. لا طبعا يا جماعه، اوعوا تعملوا كده. هو كده كده هيجمد، ومع الحراره هيفك معاكي. اصبري بس كده، وخلي عندك ايه طول بال كده، واعمليها بحيث هتاكلي حاجه. ما هو انت يعني برضو اللي عاوز حاجه بيعمل لها. تمام. يعني انا دايما اقول لعيالي إيه، يقول لي انا مثلا عاوز حاجه اعمل لها، اللي عاوز حاجه بيعمل لها. تمام. فيعني ايه، اصبري شويه، عايزه طعم بسبوسه حلو واحلى من بتاع المحلات كمان، اعملي لها. استحملي بقى ايه حبه وقفه كده في المطبخ على البوتاجاز كده، إيه عشان تاخدي إيه طعم من الاخر. فك بقى طبعا اي بقى يعني في المرحله بقى خلاص ديت، طالما حطيت السمنه والحليب مش هيكرمل بقى السكر، مش هياخد لون اغمق ولا كلام من ده. لا، انت لو هتسيبيه ساعه ولا ساعتين على النار مش هيقولك حاجه. بس طبعا برضو على نار هاديه، الدنيا تفك كده معاكي بالراحه. طبعا انا مسرعه الفيديو يا جماعه، انا ما بقلبش قوي كده، بالراحه برضو كده، علشان خاطر ايه من السخونيه هتفك كل الكلام ده. احنا خلاص مجهزين بقى الخليط البودر، اللي هما 3 كوبايات سميد، وعليهم معلقتين جوز الهند، ومعلقتين الدقيق، ورشة الملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر.
تمام، ما عادش الا حته صغيره خالص اهيت دهيت. بس هتسيبها، هنخليها تفك برضو. تمام، ما تزهقيش ما تزهقيش، صلي على النبي طول ما انت واقفه كده، بدل ما انت زهقانه وحرانه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله الحاجه بتطلع زي العسل لما تذكري ربنا وانت بتعملي، وانت بتعملي اي حاجه في المطبخ او في اي حاجه في الشقه او في اي حاجه في حياتك. صلي على النبي كده، ربنا هيبارك لك في كل حاجه وهيديك احلى حاجه. تمام، هنحط بقى وهو سخن عادي، ما تسيبوش يبرد ولا حاجه، هو سخن عادي. عاوزين بصي اوعي تعجني، احنا بالمعلقه كده بس هنشرب كل حبه سميد كل حبايه يعني من الخليط البودر اللي حطيناها بشويه الحليب والسمنه على السكر، على السكر المكرمل. تمام، هنشربه بس كده خلاص. احنا لازم يعني ما تعجنيش، اوعي تعجني وتقومي بقى شايله المعلقه وتقعدي تعجني بايدك، لا، هتعضم معاكي وهتبقى مش حلوه خالص خالص، ولا هتشرب الشربات ولا اي حاجه. شايفه لون البسبوسه خلاص تعتبر تحسها مستويه خلاص. تمام، ما شاء الله يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. لا، هي شايفه خلاص انا كده شربت كل حبات السميد بالخليط اللي احنا حطيناه. صينيه بقى كده مقاس 28 او 30، وهندهنها سمنه. عايزه تدهنها طحينه بيضه برضو عادي برضو، يعني حلوه شغاله. بس انا ما كانش عندي طحين، مش هنشتري يعني طحينه مخصوص عشان مثلا نعمل حبه بسبوسه، لا، نص معلقه سمنه كده وهندهنها بيه. تمام، هننزل بقى الخليط كده زي ما انت شايفه القمر العسل اللي معانا ده. على فكره الخليط سخن لسه، انا في الوقت ده مشغله الفرن على نار يعني وسط مش عاليه، وحاطه الشبكه في نص الفرن ومظبطه دنيتي. تمام، شايفه السميد ما شاء الله متسقسق كله ومتشرب بالخليط القمر اللي احنا عملناه. افردي بقى كده في الصينيه. عندك بقى اي مكسرات حطيها، عندك لوز، عندك بندق، عندك فستق، اي حاجه حطيها. ما عندكيش زي ما انا ما عنديش كده خلاص مش هنغلب، يعني مش هنغلب ومش هنعمل حاجه حلوه يعني، لا. طريقه بسبوسه يا جماعه بالله، اعمليها، يعني جربي وشوفي النتيجه. نص كيلو سميد وكوبايه حليب وكوبايه سكر، وعملت حبه شربات بكوبايتين سكر وكوبايتين ميه. تمام، وسكر التموين عادي. شايفه، هدخلها بقى الفرن، واول ما الحروف على نار وسط، اول ما الحروف تاخد لون كده متحرمش كده، هنقوم طافين من تحت مولعين الشوايه من فوق تاخد لون برضو زي ما انت شايفه كده العسل القمر اللي قدامك ده. وهننزل بالشربات، هنشربها 3 مرات على السنه زي ما احنا بنشرب. ماشي، هي كده بقى اول ما تلاقيها خلاص بتشرب الشربات كده على طول، تحس ان خلاص بقى انت نجحت في الموضوع، انت فاهمه. هحط دول كمان وهغطيها ليه؟ هغطيها علشان هسيبها بقى 10 دقايق كده تتسقسق كده براحتها وتشرب كده ما تعطلوهاش، يعني سيبوها تشرب بمزاج كده وبراحتها قوي، يعني براحتها تعمل اللي هي عايزاه. تمام، طبعا انا بقطع في الفيديو. هحط كمان برضو تالت مرة. شوف لما تضغط عليها كده ما تلاقاش نزت شربات، يبقى هي محتاجة تاني. تمام، اكمني ضغطت عليها لقيتها الشربات بيطلع من تحت ضغطة صبعك كده، خلاص هي كده مش محتاجة تاني. اكمني لقيتها ما فيش شربات نزل كده من تحت صبعك، خلاص يبقى هي محتاجة شربات تاني. وشايفة بسم الله ما شاء الله شربة الشربات وكانت عطشانة، بسم الله ما شاء الله سقيناها وشربناها عشان ما يبقاش حرام علينا. تمام، هنقطعها بقى. طبعا انتوا عارفين ان انا ما بصبرش يا جماعه، يعني الحاجات دي ما بصبرش ان حاجه مثلا اسيبها تبرد او تهدى او كلام من ده. زيني بقى باي تزيين، فستق كداب، فستق مش كداب، لوز، بندق، جوز هند، زي ما انا حطيت كده، اي حاجه مش متزينه خالص والله هتتاكل وزي العسل. بس اللي عندهم سكر بقى يعني يا جماعه معلش شويه كده، يعني او اللي بيعمل رجيم او كلام من ده، يعني اصل برضه مش هنعملها يعني كل يوم، بس اللي عنده سكر يعني معلقه كده وخلاص، انت فاهمه، يعني عشان خاطر الواحد بيضعف قدام الحاجات دي.
بس العيال بتعايز مش هنعمل يعني، بدل ما يخرجوا يشتروا من بره القطعة بقد كده. والله ما بتبقاش بالنظافة والطعم الجميل اللي احنا عملناه ده، ولا اللون الحلو ده. شايفة؟ ما شاء الله يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. صينية بسبوسة القوام واصلا يعني القوام والطعم واللون والطراوة وكل حاجة، وشرب الشربات وما شاء الله. طبعا بقى المفروض تسيبها ساعة كده ما تبرد خالص. شايفة يعني سخنة لدرجة ان انا ماسكة الصينية بقطعة قماش من عندي. شايفة؟ شايفة بقى يا جماعة؟ شايفين يا جماعة؟ يعني ينفع كده بالله عليكم؟ يعني يعني اقول لكم ايه بس؟ اشتركوا في القناة. تمام، اشتركوا في القناة. لو شفت انني حسيت ان انا فدتك باي معلومة ولو بسيطة، اتمنى الاعجاب يا جماعة، الاعجاب بالله. شايفة يعني مش مستحملة صبعي، مش مستحملة ايدي، وانا مش صابرة، هي سخنة جدا. وانا يعني بصي، ام، لا ما ينفعش تقوميها. حلوة قوي يا جماعة، والله بالله عليكم جربوها وقولوا لي في الكومنتات. ولو وصلتوا معايا لحد هنا، اتمنى يا جماعه الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، اهم حاجه عشان يوصل لكم كل جديد. واعجاب تصلوا فيها على النبي، واعجاب اعجاب لو الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.